بند النقاشة من البنود للأسف مشاكلها كتير جدا، وأغلب مشاكلها بتكون بسبب اختيار الخامات. الصنعة مش في التنفيذ بس، الصنعة في حاجات كتير، في ترتيبك لشغلك، إدارتك للشغل. تحط كل الصنايعي في الحاجة اللي بيطلعها بأفضل ما يكون. طبعا الصناعية بتختلف عن بعضها، في صناعي كويس في حاجة ووحش في حاجة، فأنت تقدر تدير منظومة العمل اللي معاك وتحط كل واحد في المكان المناسب. النقطة الأهم وهي اختيار الخامات اللي توصلك لأفضل نتيجة أنت متفق عليها عاوز توصل لها. تشوف الخامات المناسبة ليك إيه، وده طبعا بيكون نتيجة لتراكم الخبرات على مدار سنين طويلة في الصنعة أو في المجال، فقادر تحدد الخامات اللي بتوصلك النتيجة اللي أنت عايزها إيه. الجبس بورد تأسيسه أو تشطيبه بيقابل ناس كتير مشاكل في تقشير، لا مطبات، ناس بتدي سيلر حراري أو سينيتون، الناس بتدي سيلر مائي. الموضوع ده بصراحة فيه جدال أو جدل بنسبة كبيرة جدا، وعامل مشاكل لناس كتير. فمن خلال الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن تفاصيل شغلنا وأسرار شغلنا. ومش هقول لأول مرة على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على النت، لا، الناس كتير اتكلمت في خطوات الشغل كتير قبل كده. أنا حابب أشارككم معايا تجربتي أو خطواتي للشغل وطريقتي للشغل، طريقتي في الشغل، وأتمنى إن هي تفيد حضراتكم. بالنسبة لأي فني، إذا الفيديو بيفيدك أو بيساعدك إنك تطور من نفسك في الشغل، دي حاجة بتساعدني جدا، لأن احنا زكاة العلم نشره، وبننشر العلم اللي عندنا، وقد يكون كله صح، في حاجات خطأ، فده وارد، يعني مش شرط انه يكون كله صح. بالنسبة للعملاء المحتملين اللي بيتابعونا على البيج، الفيديو ده برضو مهم جدا، بحيث ان هو حضرتك تاخد فكرة عن خطوات شغلنا قبل ما نشتغل ونتفق مع بعض. العملاء الحاليين برضو خليه معاك زي تذكرة كده للنقط اللي اتفقنا عليها. عايز تستلم مني مرحلة بمرحلة معاك الفيديو، تعالى استلم مني مرحلة او خطوة بخطوة. العملاء السابقين اكيد اتعاملوا معانا وعارفين الكلام ده مش جديد عليهم. لو في اي اسئلة برضو اكتبوها لي في التعليقات. ويلا بقى نبدأ نشوف الخطوات بتاعتنا عامله ايه. شويه قهوه كده بتوعك او الشاي وحصلني يلا عشان نشوف خطوات شغلنا ايه. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبة عيال. الخطوه الاولى معانا هي تنظيف المحاره، او بنحكها بالحجر الحف، بحيث لو في رمل زياده او الحيطان خشنه او فيها اي مونه او اسمنت عليها بننضفها كويس بالحجر والزوايا والوزر والكلام ده كله. بعد كده بننفض بالمكنسه، بنشيل الغبار والرمل اللي كان على الجدار نتيجه الحك بالحجر، وننضف العلب بتاعتنا كويس. الحلق الخشب ده مش تبع شغلي، انا المفروض ان انا نقاش مش استورجي، بس انا في نفس الوقت بنضف للشغل وبنضف الخشب معايا بالصنفره. الحلوق دي على اساس ان الزق عليها ما يجيش عليها بعد كده سيلر ولا يجي عليها معجون، ولما يجي الاستورجي سيادته يشرف يشتغل يلاقي الحلق نضيف. في مقابل ان انا بعد ما اجي اشتغل لما الاستورجي يخلص اجي اشطب مرحله التشطيب بقى. اذا لقيت حاجه على الجدار انا ممكن ارميه من البلكونه، يعني انا حافظت لك على شغلك حافظ على شغلي. هنا فرش الارضيات بالكراتين بتحافظ معانا على البلاط من البويات اللي بتقع او تجريح السلالم والسقاله والكلام ده كله، فدي خطوه مهمه برضو وبترجع للعميل. في حد يقول لك فرش لي كراتين، وفي حد يقول لك لا تكلفتها زياده فبلاش منها يعني. بعد كده عندنا الاماكن اللي فيها ملوحه او رطوبه او دي كانت سببها اساسا المبلط كان بيخمر ويركن المونه بتاعته على الجدار، فالمحاره بتشرب منه من المونه بتاعته وتحصل فيها اللي احنا شايفينه ده كده، فبديلها سيلر حراري قبل السيلر المائي او قبل المعجون او قبل اي حاجه. ده خطوه مهمه جدا ومفيش غنى عنها بصراحه في الاماكن اللي بتحصل دي، عشان لما اخلص ما يجيش ارجع بعد كده الاقي الاماكن دي قشرت او حصل فيها مشكله يعني. غسيل الحيطان او غسيل المحاره بغسلها بالروله، مش بجيب خرطوم واغسل بيه الشقه وابهدل الدنيا واعبي الخراطيم ميه وعلب الكهرباء ميه ولو البلاط فيه تسريب ولا حاجه او السقيه مش كويسه فبيشرب الميه بتاعه الغسيل دي، فاحنا على القد كده بالروله. هنا السيلر ده سيلر مائي بنأسس بيه المحاره وقبل المعجون. بعد كده عندنا المحاره هنا كانت للاسف سيئه جدا، فبنشتغل بمشحاف 60 سم وبنسحب معجون اسمنتي عشان نعالج على قد ما نقدر المطبات والتموجات اللي في المحاره. مش بنعالج بنسبه 100% طبعا، بس بنسبه المعالجه يعني تتخطى 60-70%. بعد ما خلصنا السكينه الاولى هنشتغل دلوقتي في السكينه الثانيه، نفس المعجونه اللي كنا شغالين بيها، معجون اسمنتي CMB كميات الملاء الحديث. بنسحب بالسكاكين المشاحيف الكبيره برضه عشان نحاول نظبط على قد ما نقدر زي ما اتفقنا قبل كده.
المعجونة دي ممتازة جدا، مقاومة للرطوبة، في المعالجة جميلة جدا، بتقدر تربي بيها زي ما انت عايز. معجونة من افضل انواع المعجون اللي موجود في السوق دلوقتي، وتخطط السافيتو، والناس اللي بتقارنها بالممتاز يا جماعة، لما تيجوا تقارنوا قارنوا حاجة تكون زي بعضها او نفس الخواص. دي معجونة اسمنتية، والممتاز معجونة جبسية، وللاسف ان هي لا تصلح لاي شيء حتى لو بتشتغل بقى في جبس. المعجونة الاسمنتية دي انا شغال بيها حيطان وجبسون بورد، نتيجتها ما شاء الله جميلة جدا يعني. عندنا الحلو الخشب، هتركب بتاعة البلكونات والشبابيك هتركب PVC، فصنفرتها وتاخد وش معايا سينيتون بطانة كده ايه عشان تبقى جاهزة لما يجي الراجل يركب على البطانة دي، وبعد كده نبقى نشوف اللي باقي منها او اللي بقى باين ده بيتمعجن وبتشطب معانا. السكينة التانية برضو هنا في الجبسون بورد، لو بصيت على الصفحة عندنا هتلاقينا احنا شغالين تشطيبات، فبند الجبسون بورد تنفيذه تبعنا برضو. اما بنيجي نسلم الجبس بنسلمه بسكينة معجون وميتال وفايبر، وبنديله سكينة واحدة. هنا دي السكينة التانية، ومفيش حاجة خدت الجبس، ما خدش حاجة قبل كده، لا سولار حراري ولا مائي ولا بلاستيك ولا سينيتون ولا الهرس اللي بنسمعه ده كله. هو انا بسحب على الجبسون مباشرة. اتاكد من كلامي، لو حابب تتاكد من كلامي ادخل على اي محتوى اجنبي وشوف الاجانب بيعملوا ايه في الجبس. ما فيش حد بيدي سولار حراري والهرس اللي احنا بنسمعه ده بصراحه يعني. خلاص بقى يا باشا، كده خلصت المعجون بتاعتك والمعالجه، وربيت معجون وعملت اللي انت عايزه وكل اللي نفسك فيه. روح بقى للصنفره، نعم الشغل بتاعك بصنفره على الماشي كده، تظبط السوك والمزانق والوزر والكلام ده كله وتصنفر. الجبسون بورد بنصنفره بالماكينه الصنفره، بحيث ان لو في مطبات او في اماكن كنت مربع عليها معجون في الفواصل والمطبات واللحامات بتاعه الجبس والكلام ده كله، فماكينه الصنفره بتظبطها معايا وبتستعدل بنتيجة مقبولة جدا يعني. الحيطان برضو بتتصنفر معايا زي ما احنا شايفين كده، كل حاجة بتتصنفر، سقف وحوائط، وماشي الشغل كله مرحلة واحدة. خلصت سكينة أولى يبقى كله سكينة أولى، سكينة تانية يبقى كله سكينة تانية، سقف وحوائط. بننفض بقى الجبس بتاعنا والحوائط بالمكنسة، وبنشيل أي أتربة أو أي غبار والعلب والوزر والكلام ده كله، بننضفه كويس بالمكنسة. وعموما المعجون الاسمنتي مقاوم للرطوبه، ومن الحاجات اللي بتحب الميه. اديله ميه يا باشا ما تخافش، ورول بقى رولة ميه كده عليه. وبرضه ابعد النبي عشان خاطر احبك كده، ابعد عن موضوع خرطوم الميه ده وتغسل بيه الحيطان يعني. هي رولة ميه بتفي بالغرض وبتطلع نتيجه كويسه من غير ما تبهدل الدنيا حوالين منك يعني. بعد الميه بقى انت خلاص هتشتغل بنوع معجون تاني غير المعجون الاسمنتي، فلازم تعزل بسيلر مائي. ده سيلر مائي بندي وش كده للحيطان واللسقف بتاعتي كلها بالكامل، بحيث ان انا هشتغل عليه بعد كده معجونه تانية او معجون بلاستيك، ما يبقاش فيه اي حاجه تخلي المعجون يفصل بعد كده، يبقى كل الشغل مترابط ببعضه. وعارفين ان السيلر بيزود نسبه الترابط بين الخامات وبعضها يعني. سكينة المعجون دي السكينة التالتة، بنسحبها طول. كانت الأولى طول والتانية عرض، دي التالتة هتبقى طول. بنسحبها برضو بالمشحاف الكبير عشان نظبط الحيطان على قد ما نقدر. المشحاف زي ما احنا عارفين هو ما كانش موجود قبل كده يعني، لسه حتى احنا هنا برضو في الشغل بتاعنا لسه جايبينه تقريبا أول مرة نشتغل بيه، بس نتيجته كويسة جدا بصراحة يعني. قبل ما يجي كنا بنشتغل بالسكينة الستانلس 25 سنتي، وبنطلع الشغل بقدر الإمكان مظبوط، وبنسلم شغلنا على اللمبه. بس حته المطبات كان صعب ان احنا نعالجها يعني. السهل الممتنع بقى واللذاذه والبساطه والحلاوه، السكينه الرابعه، اخر سكينه معجون. الحيطان ظبطت معانا بنسبه كبيره جدا، فدي اخر سكينه معجون ان شاء الله نسحبها، وبعد كده نشوف بقيه الخطوات معانا في الفيديو. اتمنى الفيديو ده يعجبكم ويكون مهم ويفيد اي حد، واخواتي الفنانين او الفنيين. الفيديو لو عجبك ولقيت فيه حاجه فادتك، دي حاجه بتساعدني جدا. لو في حاجه، احنا كلنا بنتعلم من بعض، لو في حاجه مش عاجباك وهتنتقد، يا ريت يبقى النقد يكون بناء او باسلوب كويس، لان اي حاجه غير كده او اي اسلوب غير لائق هتلاقي رد يزعلك يعني. وزي ما اتفقنا ان الشغل كله بيمشي مرحله واحده، سواء سقف او حوائط. دي السكينه الرابعه، اخر سكينه في الجبس مفيش فيه مطبات، خلاص انتهت، ما بقاش لها اثر ولا كأنها موجودة. وإن شاء الله ده كله هيبان معانا في التشطيب، وهنشوفه مع بعض خلال الفيديو. مراحل المعجون كده خلاص خلصت معانا بقى، واللي فاتكم واللي جايكم تاني من أول هنا. المرحلة دي في الصنفرة فيها بقى الشقة والتعب والبهدلة كلها. الصنفرة بتكون زي ما احنا شايفين كده على اللمبة، كل واحد ماسك اللمبة بتاعته وبيصنفر، بحيث انت بتبقى شايف كل حاجة قدام منك في الجدار، حروف معجون، ريجة، صواريخ، رملية معلمة في المعجون، اماكن عايزه تظبط معاك بالصنفره بتظبطها بقدر الامكان. لو المكان مظلم او قافل الشبابيك، هيبقى الاضاءه متركزه معاك على المكان انت بتصنفر فيه بس.
بتبقى شايف كل العيوب اللي قدامك في الجدار، سواء عيوب سحب او عيوب مطبات او الكلام ده كله، بتبقى شايفه قدامك على الجدار وبتحاول تظبطها بقدر الامكان وانت بتصنفر. هنا المعجونة دي كانت معجونة بلاستيك، معجون دايتون GLC. فالمعجونة احنا هنا في الصنفرة معانا، فاحنا بنشتغل بصنفرة 320 صنفرة كوري. بعد الصنفرة بتكون الشقة كلها تراب وغبار من الناتج عن الصنفرة. بنكنس الأرضية كويس وبنلم الحاجات اللي فيها دي كلها عشان نبتدي ننفض بعد كده الحيطان بتاعتنا واللسقف من أي تراب فيها. لو في كمبروسر هواء أو بلور بننفض بيه المزانق بتاعت بيت النور وعلب الكهرباء والوزر والحاجات دي كلها بننفضها كويس عشان نروح للمرحلة اللي بعد كده نبتدي نشتغل فيها على نظافة وتكون الشقة راقت معانا، نشتغل واحنا مزاجنا حلو. نروح للخطوة الأخيرة معانا في الفيديو بتاعنا النهاردة، وهي البطانة. البطانة هنا ده سيلر مقاوم GLC، ببطن بيه بعد الصنفرة على طول. وفي لسه في سيلر تاني جوتا شيلد اللي هو الخارجي بشتغل بيه قبل التشطيب، ده هنتكلم عنه في فيديو التشطيب ان شاء الله. ده سيلر فقط لا غير، ما بضيفش على اي بلاستيكات. في ناس كتير بتحب تجود وتضيف بلاستيك وتخلطه مع السيلر، ومطلعين قانون كده لنفسيهم يقول لك 2:1، لا نص على مش عارف على ايه. انا مش عارف بصراحه بيجيبوا الحاجات دي منين، مع ان الشركات اصلا حذرت من حاجه زي كده ان انت تخلط بلاستيك على السيلر. ده سيلر فقط لا غير. بالنسبه للجبسون بورد، انا بعد ما خلصت المعجون بتاعي وصنفرت بديله برضه سيلر مائي، مفيش اكتر من كده، ولا اديت له سينيتون ولا سيلر حراري ولا الحاجات التانية اللي انتوا بتتكلموا فيها دي كلها يعني. خلصنا شغل السيلر والبطانة كده، الشغل بتاعنا واقف على التشطيب. خلاص بقى انا بشيل اللزق اللي كنت حاطه على الحلوق، واللي يجي الاستورج يشتغل في الحلوق بتاعته، يصنفر ويجهز ويبطن ويشوف هيعمل ايه فيها، هيشطب بليستر، هيشطب دوكو، هيشطب ايه، وحر بقى كده الخشب عنده سليم. وده شكل الشقة بعد ما وصلنا للبطانة. بالنسبة للتشطيب لو هشطب سادة خلاص مش بقى عندي غير ان انا هلقط وارجع ابطن الحوائط تاني بسيلر جوتا شيلد خارجي، والليس اوف واقفة معايا برضو مع على التلقيط، والوشين بلاستيك الابيض المط هنتكلم عنهم ان شاء الله في الفيديو بتاع التشطيب، وهحاول برضو اصور لكم الخطوات هي خطوة خطوة ان شاء الله، ويا رب تستفيدوا منها والفيديو ده يعجبكم. اخيرا وصلنا لنهايه الفيديو بعد المجهود المبذول اللي شفناه على مدار الفيديو او من خلال الفيديو، خطوات كتير جدا. اتمنى اللي ياخد الفيديو او يحاول ينفذ الخطوات دي في شغله يكون باله طويل ويشتغل بتأني عشان يطلع نتيجه مظبوطه، لان في صناعيه كتير زي ما احنا عارفين بتلاقيه يعني ميكانيكي بقه او خراط، فبياخد الكلام انا بعرف اعمل كذا وكذا وكذا اعمل لك وارسمك على الحيطه يا باشا، ده تخاف منه على طول. لو وصلت لحد هنا في مشاهده الفيديو حابب اشكرك من كل قلبي، واتمنى اشوفكم على خير في فيديوهات قادمه ان شاء الله. الى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.